بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيت نحكي على السجال اللي حصل بين ممثل الجزائر وممثل المغرب في الأمم المتحدة على الصحراء الغربية. هذا ممثل المغرب عمر هلال، سبحان الله كنت حاسبه مهرج، ظهر باللي إنسان حقول واحد الدرجة لا تصدق، إنسان اللي عنده حقد دفين. سبحان الله، هذا الإنسان تكلم بكلام لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم من بين الشيء اللي قال نخلي لكم بعد رابط الحل الاخر، التصريح تاعو، التصريح تاع ممثل الجزائر. وكاين المهم داروا دو مداخلتين، المداخله الاولى والمداخله الثانيه. هذا ممثل المغرب الاقصى او المملكه المغربيه العلويه اللي هي المروك. كاش نهار ندير حلقه علاش المروك ما نقولوش المغرب، لان المغرب يمتد من ليبيا حتى المحيط، حتى موريتانيا، وحنا دائما نسميوه المغرب الاقصى اللي هو المروك، مملكه مراكش وفاس اللي اصبحت فيما بعد مملكه مراكش وباختصار المروك. بدا كلامه. المهم القضيه، الموضوع كان موضوع الصحراء الغربيه، تقرير مصير في الصحراء الغربيه. هو اتهم الجزائر، نعت الجزائر بدعم الارهاب. يعني هذا الانسان هذا هوايته هي سب وشتم الجزائر، وبين على حقد وبغض دفين، ويكن عداء شديد ما به لا الصحراء الغربيه لا والو. الموضوع اكثر من الصحراء الغربيه. واش تسنى من واحد؟ على كل حال احباب وراك عارفين كاين الصوص. المهم في مجمل ما قال، يقول الجزائر هي مصدر الشر في المنطقة والخراب، وكأن الجزائر هي اللي خربت موريتانيا ولا اللي خربت ليبيا، لأنه مستحيل يقدر يجرأ يقول فرنسا هي مصدر الخراب، ماشي يقولها، ولا إسرائيل هي مصدر الخراب هادو لأنه هو داخل معاهم أصلا هو. ويقول باللي نتوما تحوسوا على تقرير المصير في الصحراء الغربية، عطيو تقرير المصير الجزائريين. والله غير حاجة تضحك. يا ولي بيت من زجاج لا ترمي الناس بالحجر. انت الريف، جمهورية الريف راهي حتى 1921 وهي موجودة. انت جاي تحكي انت فرنسا دارت لك البلاد، قسمتها لك على اثنين، ودارت لك الظاهر البربري، وحبت تقسم البلاد بين العرب والامازيغ. وش بيك انت؟ المهم هذا مش موضوعنا. وش يقول هذا في الأمم المتحدة؟ يقول له أعطي تقرير مصير للشعب الجزائري وخليه يعيش حياته، لأنه هو ما عندوش البنان، راه يدير سطر على البنان، راه يدير يفي لا كو بور لي بانان لا فارين لو لي لو بلي وقيلا. ليسونسيال هو غاضو الشعب الجزائري الله يبارك، هو يحب لنا الخراب، هو جاي يدير يتكلم في كلام تاع خراب وهذا انسان. شفت انا طريقه الكلام تاعو، سا فاسون دو بارلي سي تري تري دونجرو. كونت يبارل افيك لو ريبريزونتون دو الجيري ممثل الجزائر، يقول له زميلي العزيز وكذا، وانتم تدعمون الارهاب، وحنا على الاقل اعطيو قيمه للدم المغاربه اللي استشهدوا على جال الجزائر، وكانه المغاربه هما اللي حررونا سبحان الله، جدودنا كانوا قاعدين يستناو في المغاربه يحررونا، رغم انه على كل حال ما ندخلش في الحوايج اللي تفرق، نهضروا حوايج اللي تجمع. ما نحكيوش على القاده التاريخيين اللي سلمهم المغرب لفرنسا، والعقيد لطفي اللي خانوه منين دخل من جنوب ودخل بشار. المهم يقول له انتم تدعموا الارهاب، وحنا المشكل تاع الصحراء حابين نتناقش مباشره مع الجزائر. والجزائر عندها حظ يعني كبير كي دخلت المجلس الامن، لانه كاين مداومه، وشمال افريقيا عندها الحق في مقعد مبدا تداول. ولا لو كان ماشي هادي انتم عمركم ولا تدخلوا، لانه واحد ما يحبكم، انسان كاره للجزائر، وكل كلمه الجزائر
تقول عدو اللدود ليه هو. سبحان الله، هادو الناس ما يعرفوش الجوار، ما يعطيو حق حتى الحاجة. خير ان شاء الله. هذا على كل حال. عسى خير. واحد اللي يقول لك هكذا خير من كي يجي يقول لك خوا اخويا. كي خرج ربي عريان يكسيك. انت هذا هو التخمام ديالك، هذا هو تخمامك، هذا هو التفكير ديالك. الحمد لله. كون واضح. وحنا هذا علاش مليح لينا، لانه حنا كي خرج لنا واحد هكذا ويقول لنا هكذا، مليح علينا حنا نزيدو نلتحموا ونحاوسوا نصلحوا الشيء اللي عندنا حنا، النقائص اللي عندنا. لانه هذا مادام يقول المغاربه هما اللي حررونا، معناها انا عندي شخصيا رايي الخاص انه اي واحد يزيد يقول باللي حررنا الجزائر، اي جزائري يزيد يقول حررنا الجزائر وجهتي هي اللي حررت، نتوما احنا خدمنا اكثر عليكم، احنا عندنا الشهداء اكثر منكم، هذه انا اعتبرها مخالفه للقانون، لازم يعاقب عليها القانون، نديروا قوانين اللي تعاقب عليها. يا خويا انت الا كنت تعتبر روحك جزائري، كل منطقه في الجزائر مدت الشيء اللي تقدر عليه، وكل واحد قاوم، سواء في الاوراس والشاويه، سواء في جرجره والصومام والقبائل، سواء في الشمال القسنطينيه وهجوم الشمال القسنطيني وما الى ذلك، سواء في الغرب. والاموال اللي جابوها من بنك وهران، وفي العمليات في تلمسان وفي مستغانيم وفي العباس وفي كل المناطق، وحتى ومعسكر. المهم ما سمحوا لي ما نذكرش المناطق كامل، بلا ما ننسى بيان سور معركه الجزائر ومحمد بوقري الله يرحمه، والبليده والمديه وكل شيء، والصحراء والمهم الناس اللي كل جزائري اخويا مهما تكون، قبايلي، شاوي، شرقي، غربي، تلي، صحراوي، شعانبي ولا مزابي ولا ترقي، هذه بلادك، الكل حرروها، كل الشعب يقول لي تا واحد انا خير من الاخر، لانه لو تردد هذا الكلام راك تردد واش يقول هذا السيد هذا، وراك داخل معاهم في نفس الخطوه. لكن راك تردد واش يقول كوهين ولا المخزن، يا خويا راك كما يقولوا من عاشر قوم فهو منهم، راك تمشي، راك عندك نفس التخمام، راهم راجع نفسك، راهم داروا لك غرسوا لك افكار في مخك. المهم انا واش استنتجت، انا صدمت بهذا الكلام هذا. الانسان هذا سبحان الله يبين حقدهم. سبحان الله عندهم حقد دفين، وخبث وكراهيه عميقه متغلغله ومتجدره. أنا سبحان الله، حتى ربي سبحان الله، الناس هذو وش يحوسوا، هذو يحوسونا على الخراب، يحوسونا على المشاكل، يحوسونا. خير ان شاء الله. الحمد لله، الحمد لله. المهم وحوس يلصق فيك كل ما هو دوني، كل ما هو سب، كل ما هو شتم. قال لك انتم دعموا الارهاب. سبحان الله، شكون كدعم الجيه في التسعينات يا اخي؟ شكون يدعم الخراب؟ شكون يدعم الارهاب؟ احنا ضحيه الارهاب، الخراب جانا من عندكم. انتم دعمتوا الجماعات المسلحه الارهابيه، وانتم داخلين في اختطاف القنصل الجزائري في شمال مالي من المجموعه هذيك اللي دعموها واخترقتوها. ونعرفوا عدد المغاربه في داعش اللي راحوا سوريا واللي جاوا لباريس اللي يعملوا العمليات، المغاربه اللي كانوا في بلجيكا في وكذا، وكيفاش نتوما تعاونتوا ومديتوا المعلومات لفرنسا. الشيء هذا معروف اخي، دونك ما تبدليش الحقائق. انا في نفس الوقت رد عليهم ممثل الجزائر، اخويا ما شاء الله، الله يبارك، خبره وتجربه وثبات وصبر. قال له يا اخي اول حاجه المهم هو قال تعاطف مع الضحايا الزلزال، الله يرحم اللي ماتوا والله يصبر الناس اللي ما زالت، وربي يكون معاهم وربي يخف عليهم. وذكروا باللي انتم قبلتوا تقسموا الصحراء مع موريتانيا، هذه الاولى. وهذا الشيء متسجل عند الصحراء الغربية عند الأمم المتحدة. وانتوما احنا لسنا طرف في الصراع، وما جاوبوش، ما قيموش خلاص على الاستفزاز ديالو، حكايات الطماطم والخيار ومطيشة والبنان والباذنجان، ما عطاه، ما عبروا، ما قيموا، خلاه هكذا كيهضر.
وما جاوبوش على الاخر ديالو على الخروج على الموضوع والامور اللي يحوس يشوش بها ويخرج على الموضوع. وقال له احنا في كل الظروف احنا لسنا طرف في الصراع. انت يا اخي مالكك وسلطاتك اتفقت مع البوليزاريو ودارت معه وقف اطلاق النار يا خويا، وقعدتوا معاهم جلستوا معاهم في طاولة الحوار، كملوا معاهم احسن للجميع، لانه انا ما يهمنيش. احنا الشعب الصحراوي هو لا يقرر. انت تحوس تدخل الجزائر في كل شيء، وانتم من ربي نطقكم من نهار نطق الريسوني يا خويا اللي قال لك يجاهد ماشي غير في العيون وسمارة، حب يجاهد في تندوف وبشار حبيبنا. الله يبارك على جمعية العلماء المسلمين أو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. الله يبارك على الجهاد، الله يبارك ما شاء الله. المهم احنا عرفنا يا خويا التخمام ديالكم والتفكير ديالكم وين راكم رايحين، وشي لا كتهضروه راهو عنده صدى عند المجتمع الجزائري اللي كان ما عاطيكمش قصه وما كان ديما يحبكم ويقول ويدفع يعني التعامل معكم باللين وكذا وكذا. فهمنا باللي انتم ناس حاقدين علينا وعندكم حق دفين تكرهوا اي حاجه اسمها الجزائر او جزائري. وربي يجعل الخير. كي خرجتوا على حقيقتكم بانتوا على حقيقتكم، يعني حاجه تفرح، حاجه مليحه. هذا ما كان باش ما يقعد حتى حاجه مخبيه، باسكو انا نخاف من المنافق، ما نخافش من اللي يخرج لي مباشره للعيب عادي. هذه هي خوتي. مهم قالوا باللي انتم اخر استعمار في اوروبا في قاره افريقيا، وما سب الشعب المغربي ولا المغرب كدوله، ولكن السياسه هذه تاع تقلب الحقائق فهذا التصرف نعرفوا شكون اللي كيتصرفوا. هو الكيان اللي يحب يفرض له امر الواقع. خلاص الشيء اللي اتفق عليه في 92 ولا في 72 ولا في 80 راه قديم دوقا، احنا في جيل اخر، احنا هذاك الشيء ما نقبلوش، خلاص مشى. هذه هي قضيه الناس اللي ما تقدرش تتفق معها، ما تقدرش والقادم احسن ان شاء الله. المهم كاين اله في الدنيا هذه راه يمشي في الامور، ونتمنى ربي يجيب الخير والصحراويين ربي معاكم. وحنا عندنا ادله دامغه على تورط المغرب في دعم الارهاب وكذا، ولكن ماشي موضوع هذا. الجزائر تفعل ولا تقول كما يعني عجبني الحال كما هبطش المستوى معه وخلاه وجاوبوا على الامور المهمه، باللي حنا ماناش الطرف. نتوما تفاوضتوا مع الناس هذو ودرتوا معاهم وقف اطلاق النار وتفاهمتوا على تقرير المصير، ومن بعد كي لقيتوا الامم المتحده هي تعرف شكون السكان، شكون اللي يشارك واللي ما يشاركش، وما ساعدتكمش لانه العياشه اللي سكنتوهم في العيون ما همش محسوبين على الامم المتحده. عاودتوا حبستوا تقرير المصير. هذا شأنكم يا خويا، هذا شأنكم، ربي يسهل. هذه سياستكم وهذه نقدر نفهمها انا. اما انك جيت تاجر بقضيه الزلزال وتقول باللي ما تجيش تعاطف مع الزلزال لانك انت ما احترمتش الدم تاع المغاربه اللي استشهدوا معكم. انا والله ما سمعت المغاربه يعني استشهدوا مع الجزائريين، ممكن يكونوا لابد هذه مش حال النتيجه. نعرفوا ساقي سيدي يوسف مثلا مع التوانسه معروفه لانه فيها عدد كبير، معناها انتم باللي حبات ممكن وكذا. مي كنظام في الوقت هذاك يا خويا كان فيها مؤامرات وكان فيها امور ما ندخلوش فيها الوقت. حنا استقلينا، حنا ما نكروش الجميل. الشعب المغربي عاوننا، الدوله كانوا فيها ناس متساهلين ممكن، وكانت اجهزه يا خويا كانت تخرب وكانت تحفر، وسلمت قاده جزائريين وطوار، وكاين اللي خبرت بهم وقتلوهم مثل العقيد لطفي الله يرحمه. وهذا ما هذا واش نقول. والله يهدينا ان شاء الله، توبوا وان شاء الله نوصلوا للخير معكم يا خويا ان شاء الله. ان شاء الله مادام
مي مادام هذا يعني هذا ما خيروهش بوريان، هذا عمر هلال دكتور في السب والشتم والاهانات. والحمد لله اي جزائري كيبعثوه لتما ما كيتصرفش معاه بالنرفزه ولا ببرود وهدوء، وما كيجاوبوش على التفاهات ديالو تاع البنان والباذنجان والخيار والبطاطا. المره الجايه درنا سوق الخضره في الامم المتحده. شحال كدير الخضره في الجزائر؟ يدير الاسواق، كل الاسواق تاع الجزائر، وشحال واحد كاين كاين قدام المرشي. سبحان الله، الله العظيم. رانا نضحكوا عليكم يا خويا، يا خويا، الله يبارك. ان شاء الله انت تاني قبل ما تجي تهضر على القبائل تاع الجزائر، ان شاء الله تشوف للريف اللي كنت تسميهم من قبل تسميهم الحثالة. والحمد لله بون فطنتو شويه، والناس اللي راهي خرجت عندكم واللي الخضار هذاك اللي طحنتوه في الاخر في الكاميون تاع لا بوبيل، ربي يهدينا. هذا واش حبيت نقول خاوتي. تهلاو في رواحكم، ربي يعاونكم، ربي يجيب الخير. انا ننصحكم تشوفوا الفيديو، ونحط لكم الرابط ان شاء الله، وشوفوه من موقع الامم المتحده، ما تشوفوش من لي سيت. الاغلبيه اللي يهضروا موضوع الجزائريين ما يعطيش اهميه لهذا الشيء، والاغلبيه هما اللي راهم يسبوا ويقولوا باللي سبينا. شوفوا واش عمر هلال يصعق ممثل الجزائر وكذا وكذا وكذا، ولا صعق لا سيدي زكري، هو ما جاوبوا كاع وما عطاش حتى قيمه.